يا سلام، يا ميت جود مورنينج على العالم كله يا جدعان. مساء الفل عليكم يا ناس عسل. مساء الفل عليكم يا ناس عسل، منورين الدنيا والله العظيم. بنقول النهارده مبروك لنادي الاهلي وكل عشاق الكوره الاهلاويه للفوز 4-1 على فريق المقاولين، مع ان كانت في نجوم غايبه عن الفريق النهارده وكان فيه ناشئين بتلعب، الا ان فخامه الاسم الاهلي طبعا عريقه ومعروفه. يا خلاوه يا خلاوه، هات لي فلايه اهرش بها اجيب قبلايه يا خلاوه. 4-1 طبعا الاهلي باين عليه استمتع بالنتيجه الجميله ديت، 4 في كل ماتش. واخبار مؤكده تعلن ان الاهلي يبحث عن شراء لاعب خط نص من البرازيل وبيلعب في الدوري الصيني، بس لو وقع على الارض مش هينكسر. اللاعب ده لو جه وحصل نصيب ولعب في هجوم الاهلي صدقوني هيبقى مفيش منافس بعد الاهلي باذن الله. لاعب خطير جدا جدا، ويعني بيشيل في المقص على طول ويضرب بالاجنحه، فربنا يسهل. بصراحه انا بلاحظ ان فريق الاهلي بيبحث عن ارتقاء الكره المصريه، وملاحظ ان مفيش منافس بعد الاهلي. مش عشان خاطر انا اهلاوي، بس هو ده اللي انا شايفه. الاهلي بيمتعنا ويسعد جمهوره العريق. هعرض لكم فيديو تشوفوا امكانيات اللاعب البرازيلي ده، هتشوفوا امكانياته ومهاراته، وانتوا احكموا على اللاعب ده بنفسكم. وفي نهايه لقائي انا بشكركم لحسن الاستماع، وتحياتي لحضراتكم، وارجو منكم الاشتراك في القناه، وان نلتقي لكم مني كل الحب وكل الاحترام، واشوفكم على خير يا ناس عسل. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخوكم عاشور.